السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله جيت نقترح عليكم واحد الحليوه اللي كتجي اكثر من رائعه. كتجي هشيشه كتذوب في الفم وكتجي اكثر من رائعه. غادي نخليكم تشوفوا معايا المكونات والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو 150 غرام ديال الزبده لينه، زبده حيوانيه. غادي نزيدو عليها 100 غرام ديال السكر كلاصي العادي، 40 غرام ديال النشا، بيضه، وعندي قبيصه ديال الملحه تكون كبيره شويه، وعندي 60 غرام ديال الزيت. وبالنسبه للدقيق غادي نحتاجو 380 غرام ديال الدقيق حتى ل 390 غرام ديال الدقيق، مهم على حساب الدقيق ديالكم. غادي نوريكم العجينه كيف غادي تجي. وغادي نحتاجو جوج ديال الفاني، اولا انا هنايا ما توفرش ليا الفاني، توفرت لي غير ساشي وحده، زدت عليها شويه ديال لاغوم ديال الفاني. وغادي نحتاجو الخميره ديال الحلويات، عندي نص معلقه ديال الخميره ديال الحلويات، نص معلقه صغيره. غادي ندوزو دابا للطريقه. اول حاجه غادي ناخذ الزبده ديالنا وغادي نزيدو عليها 100 غرام ديال السكر كلاصي. انا هنايا عندي زبده بدرجه حراره المطبخ، يعني كتكون هكا بوماد باش كتساعدنا. وعندي بالنسبه للسكر كلاصي انا ما كانش متوفر عندي سكر كلاصي عادي، وطحنت سنيده وهكا تحصلت على سكر كلاصي. يعني ديما خدموا بداك الشيء اللي عندكم. زدت هنايا قبيصه ديال الملحه تكون كبيره شويه باش كتحسن لنا المذاق ديال الحلوى. زدت سكر، زدت الزيت 60 غرام ديال الزيت نباتيه، وزدت الفاني. كي قلت لكم الا عندكم الفاني ديروا جوج ساشيات، ما عندكمش ديروا هذاك الفاني ديال بودغ ولا الفاني السائل، المهم اللي توفر لكم. غادي نخلطوا هكا واحد شويه، وغادي نطربوا هذيك الزبده مع داك المكونات اللي ضفنا ليها. وماشي ضروري هذا الخلاط هذا ماشي ضروري، ممكن انكم تخدموا غير بيديكم وصافي، غير كتخدموا شويه ديك الزبده مع سكر كلاصي حتى كينسجموا المكونات وصافي. المهم هنايا غادي نخدمها هكا واحد شويه بالباتور، وعاد غادي نضيف المكونات اللي باقا. وهنايا بعد ما خلطت هاد الزبده هادي حتى بدا كيبيض ليها اللون ديالها، غادي نزيدو البيضه تكون بدرجه حراره المطبخ، باش هكا ما تحببش لكم داك الزبده. مهم من الاحسن نجبدوا المكونات على بكري من الثلاجه باش هكا الحليوه ديالكم كتجيكم زوينه. غادي نطربوا هذيك البيضه مزيان مع ديك الزبده. وهنايا عندي 40 غرام ديال النشا، غادي نخلي لكم المكونات كامله مكتوبه في صندوق الوصف. هنايا زدت النشا 40 غرام، وغادي نزيد معهم واحد 4 كيلو اولا 3 ديال المعلقات صغار ديال الطحين، غير هكا باش غادي نخلط شويه داك النشا، كيعطي واحد القوام زوين لهاد الحليوه هادي. الا خلطتو بهاد الطريقه هادي غتجيكم الحلوه ديالكم هشيشه. صافي انا غادي نكمل التطراب، غير كتدخل ليا داك النشا والدقيق كيدخلوا ليا في الزبده، صافي وكنحبس. هنا غادي ندخل داك الجوانب اللي هكا بقى فيهم الدقيق باش كلشي نخلطو مزيان، ما يبقاش هكاك حبيبات. وعاد غادي نكملوا الخليط غير هكا بيدينا وصافي، لان دغيا كتجمع. وهذا هو القوام اللي تحصلنا عليه بعد ما خدمت هذيك الزبده مزيان. صافي هنايا غادي نزيدو الدقيق. بالنسبه للدقيق كي قلت لكم 380 غرام، وانا في الاخر راني زدت معلقه صغيره ديال الدقيق. مهم حيت كيبقى هذاك الدقيق على حساب الدقيق واش كيشرب او لا. المهم كل واحد والدقيق اللي اللي يستعمل. المهم غادي تعبروا واحد 380 غرام، وغادي تشوفوا من بعد غادي الا خصكم غادي تزيدوا هكا معلقه صغيره كي درت انا، وممكن انه ما يخصكمش نهائيا.
المهم هذا هو القياس ديال الدقيق، يعني ما تنقصوش عليه 380 غرام. راه كتجي هي هذيك، غير انا على حساب الدقيق زدت معلقه صغيره في الاخر، حتى خدمت العجينه ديالي وكل شيء، عاد زدت داك معلقه ديال الدقيق كانت جاتني ناقصاها. المهم هنا راني زدت نص معلقه صغيره ديال الخميره. المهم ما تكثرش الخميره باش هكا ما تنفخش بزاف، لان كنديروها صغيره ورغم ذلك كتنفخ شويه. المهم ها نتوما كي كتشوفوا بالنسبه للعجينه كنخدموها بحال العجينه ديال الصابلي، يعني ما كندلكوها ما والو، غادي نخدموها غير هكا باطراف الاصابع وغادي نشوفوها. انا كي شفتوا هنايا بقات كتلصق لي واحد شويه. صافي هنا فين غادي نزيد انا معلقه صغيره ديال الدقيق. صافي هانتوما كتشوفوا العجينه ديالي هنا كتجمع، غير هي بقات كتلصق شويه، هي ما خصهاش تلصق نهائيا في اليدين. صافي هنايا راني زدت معلقه صغيره وغادي ندخلها في العجينه. بالنسبه لهذا العجين هذا انا خدمت به مباشره، ممكن انكم تدخلوا واحد 10 دقائق للثلاجه. وصافي هذا هو القوام اللي كنتحصلوا عليه. هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم، ان العجينه ما تكونش كتلصق في اليد كي كتشوفوا دابا، راه هي هذيك عندي، كتجي رطبه بزاف، دايره بحال العجينه ديال الصابلي، وهذه جات رطب من العجينه ديال الصابلي. المهم نتوما كي كتشوفوا العجينه كتشكل بكل سهوله. صافي هنايا غادي نبداو نشكلوا العجينه ديالنا. كناخذ واحد الكميه صغيره ديال العجين. انا بالنسبه لي هنايا راني درت نص الكميه، درتها كطيب، وعاد جيت نكمل معكم هكا الكميه الاخرى. بالنسبه للعجين ديروا هكايا الاصابع، قطعوا على شكل اصابع. المهم القياس كيبقى على حسابكم، غير ما ديروش داك الاصابع كبارين، لان باقي العجينه كتنفخ. واخا ما فيها غير نص معلقه صغيره ديال الخميره، ولكن راها كتنفخ. هنا راه كيبانوا مع الكاميرا كيبانوا كبارين، ولكن هما راه صغارين بزاف. غادي نوريكم من بعد، راني عبرتهم لكم بالميزان باش تعرفوا هكا القياس، حيت ربما ما يبانش لكم مع التصوير وداك الشيء يبان لكم كبارين، ديروهم هكا كبار، ومن طيبوهم يجيوكم كبار بزاف. المهم غادي نكملوا الكميه اللي عندنا. وكي قلت لكم بالنسبه للوزن اللي فاش عبرتهم، كنلقى ما بين 9 حتى ل 10 غرام، ولكن غالبا 10 غرام فيهم تقريبا كاملين، قليل اللي هكا كتلقاو فيهم 9. المهم انا عطيتكم هذاك القياس باش هكا تعرفوا. غادي نكمل انايا. وبالنسبه لهذا الحلوه ديالنا فكنفرشوا بابي كويسون. هي راه ما كتلصقش لان فيها الزبده والزيت، ما كتلصقش. المهم الا بغيتو ما ديروش البابي كويسون، دهنوها شويه بالزيت داك الصينيه وصافي. المهم انا ضروري كنستعمل بابي كويسون حيت كيعجبني هكا نطيب فيه مولفه اي حاجه، حتى من الخبز كندير هكايا البابي كويسون حيت ولفته. المهم غادي نكملوا نشكلوا الحليوه ديالنا وندوزو نكملوا المراحل اللي بقاو لينا. وهنايا راه بغيت غير نوريكم بالنسبه للميزان ديالهم. هكا بغيتكم زعما تشوفوا ما بين 9 حتى ل 10 غرام كي قلت لكم. وهنا كيبانوا هكا رقاقين، هما هادوك كيجيو، هما هادوك من كنطيبهم باش ما كتجيش الحلوه كبيره بزاف، حيت باقي غادي يتنفخوا، باقي غادي دير لهم الشكلاط وداك الشيء. المهم هنايا بالنسبه للفران، انا عندي الفران ديال الغاز. كندخلهم الفران بارد وكنقاص العافيه حتى الاخر ديالها، حتى كيبانوا ليا الذهبوا من التحت، وكنشعل عليهم الفران من الفوق. الا عندكم الفران ديال الضو كتشعلوه من الفوق ومن التحت على 140 درجه. هنايا بالنسبه للشكلاط غادي ناخذوه ندوبوه. خديت 10 دراهم ديال الشكلاط كالا، وخديت 15 درهم ديال الشوكولا غيش، وغادي ندوبهم انا هكا غير في حمام مائي.
صافي وغادي ناخد الحلوه ديالي. ها نتوما كي كتشوفوا الحلوه كتجي غزاله، القياس ديالها هو هذاك. ونردوا لها البال مزيان في الفران، ما تغفلوش عليها. كي قلت لكم فران الغاز راه حتى هو كيطيب من داك الشيء. ها نتوما كي كتشوفوا الحلوه مذهبه، خاصكم غير تنقصوا الفران مزيان وتخليوها طيب من التحت حتى كتبان لكم تحمرات، خدات داك اللون ذهبي زوين. كي كتشوفوا ما تحمروهاش بزاف، وكنشعلوا عليها عاود من الفوق كي قلت لكم. صافي وكنخرجوها. وكتجي غزاله بزاف، كتجي هشيشه. نتوما كي قطعت معكم راه كتجي غزاله، كتذوب في الفم هاد الحلوه هادي. هنايا خديت الفويتين. هنا خديت الفويتين وكي كتشوفوا انا وجدته في الدار. ممكن انكم تشريوه، ولكن انا وجدته في الدار كيتبقى مرخيص صراحه ولذيذ بزاف، كيعجبني انا على ديال الزنقه. هنايا كنت وجدته انا في نفس النهار اللي غادي نديرو. صافي وكي كتشوفوا راه مقرمش غزال، كيجي مقرمش. غادي نفتو غير هكا شويه بيدي، المهم ماشي بزاف، ماشي تنردو عاوتاني ما كيبانش. صافي الا بغيتوا الوصفه ديال الفويتين قولوا لي في التعاليق ونشاركوا معكم، راه ساهل بزاف. هنايا غادي ناخذوا الشكلاط الابيض، وكي كتشوفوا غادي نديروا فيه داك الحلوه ديالنا، وغنقطروها واحد شويه من داك الشكلاط وغادي ندوزوها في الفويتين. ممكن انكم تعوضوا الفويتين بهذا بالكنافه. الكنافه كتشدوها كتدوزوها شويه في الهاشوار، وكتحمروها بلا زيت بلا حتى شي حاجه. كتحمروها وكدوزوا فيها الحليوه ديالكم. راه كتجي حتى هي غزاله، كتعطي داك التقرميشه حتى هي غزاله بزاف. صافي غادي ندوزو هكا كيشتو الحلوه ديالنا، ندوزوها في الشكلاط في الفيتين، وكنضغط عليها هكا باش كيتلبس هذاك الفيتين مع الشكلاط. هانتوما كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي تابت عليه هذاك الفيتين، كتجي الشكل ديالها غزال بزاف ومرمله هشيشه بزاف. صافي غادي نكملو. وبالنسبه للحلوه ما تبركوش عليها بزاف، لان كتهرس، هي راه هشيشه بزاف دغيا كتهرس. مهم من تكونوا كتنفضوا من هذاك الشكلاط، ما تبقوش تنفضوا وتعاودوا، راه غادي تهرس لكم كامله. المهم غير بشويه. بالنسبه للشكلاط انا زدت له واحد 2 معالق ديال الزيت، باش هكا يخفف واحد شويه. رغم ذلك الحال بدا كيبرد، الشكلاط دغيا بدا كيبرد ليا. صافي غادي نكملوا بنفس الطريقه حتى نساليو الكميه اللي عندنا كامله. وهذا هو الشكل ديال الحليوه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم. راه كتجي غزاله بزاف، كنتمنى ان شاء الله تجربوها. راه كتجي كتذوب في الفم. نتلاقاو في الفيديو المجيء ان شاء الله. خليتكم على